السلام عليكم، تحياتي مشاهدينا الكرام اينما كنتم وارتحلتم داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. نبغي اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو هذا يبارطاجي هذا فيديو، خاصو النشر والبارطاج على اوسع نطاق. علاش؟ حيت الفيديو هذا ما عندوش علاقه بروتيني اليومي وما يدور في السوشيال ميديا وشوف ميمي وهشام البلبالي ونيزور السبطاطي لا، هادشي موضوع مهم جدا، موضوع اللي يمس بالتراب الوطني ديالنا، اللي كيمس بالوطن ديالنا. حرب اللي كاينه بطبيعه الحال غنهضروا عليها بالتفصيل، اللي حرب مؤامرات اللي كدار باش تضر المغرب. وهيهات لهاد الناس اللي كيديروا المؤامرات يظنون ان مغرب اليوم هو مغرب الامس. لا شرف، لا، المغرب ديال اليوم يقد عليكم كاملين نتوما جمله. فنبغي اي مغربي حر، اي مغربي فيه النفس ديال تا مغربيت وما يبغيش شي واحد يهضر ليه على بلادو، قال له يمس ليه بلادو، يبارطاجي هذا الفيديو وندخلوا نيشان صلب الموضوع. بطبيعه الحال كلشي شاف القرار الاخير اللي خرج به البرلمان الاوروبي، اللي صوتوا عليه تقريبا بالاجماع، بغاو يديروا توصيه على المغرب، زعما بعباره اخرى هي يوليو ولي الامر ديالنا من ناحيه حقوق الانسان والقرارات داكشي ديال البشريه. هادشي كله علاش؟ حيت المغرب سلم واحد الهاكر فرنسي اللي ضرب 70,000 بنكه، واللي كيقلب عليه الاف بي اي ولا انتربول، سلموا الولايات المتحده الامريكيه. هادشي اللي كيدار، هذا هو القانون، هادشي باين. فنطي نتيا يا فرنسا وبديتي كتوسوسي للاتحاد الاوروبي، وفي نفس الوقت كتلعبوا عاوتاني على جوج جوايع خارجه الناطقه الرسميه بالخارجيه الفرنسيه، كتقول بان العلاقات المغربيه سمن على عسل، وانتم كتضربوا هكوك مع هادو اللي هوك. كي درتو ليها ودي، كي درتو ليها؟ ولكن المغرب ما سكتش، وخرج البرلمان المغربي وندد وقال حرفيا سنعيد النظر في علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي. جمع فرنسا وجمع الاتحاد الاوروبي وجمع كلشي، حيت دابا الاتحاد الاوروبي كيتحابوا حنا بحال شي وحدين كاينين هوك. علاش انا كنقول هاد هوك؟ حيت هاد هوك حتى هما داخلين في هاد الموضوع، ولكن الاتحاد الاوروبي كيتحابنا حنا بحالنا بحال هادو اللي هوك. زعما غنوضو كنجريو لا شنو لاباس شنو واقع؟ اسيدي حنا سنعيد نظرنا في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي. مالك؟ طبقنا القانون الدولي متعارف، سيد الشفار سلموه، لاش كذا وهذه. وكيف ما كيقول لك واحد المثل، كيقول لك عدوي صديقي. حيت شي وحدين كاينين حدانا في الجهه ما عرفناهم في اليمين ولا في اليسار ولا وقتاش ما حنا كتكون بيننا وبين شي واحد شي خصومه، هما كيكون معاهم مزيانين. حنا معاكم فرنسا تخاصموا لينا مع المغرب، اسيدي حنا نعطوكم الغاز الجزائر، حنا نخليو اوروبا يسخنوا ما يضربهمش البرد، ديروا صغيروا لينا مع المغرب. والمغرب لهم بالمرصاد، بالدبلوماسيه ديالو، بالدبلوماسيه ديال صاحب جلاله، وبرجالات بحال بوريطه، بحال بزاف ديال الرجالات اللي واقفين على الدبلوماسيه الخارجيه. قالوا لهم بالعباره الفصحى تلغى جوج ديال اللقاءات اللي كانت مع فرنسا حول العلاقات وحول كذا، وهذه تلغات. يعني ديك الهضره اللي قالت الناطقه الرسميه باسم الخارجيه الفرنسيه لا يوجد لها شيء على ارض الواقع. حتى نفكروا حنا ونشوفوا كيفاش العلاقات الاتحاد الاوروبي، عاد نفكروا واش نجيو عندكم ولا لا، الا كنا مسالين. حيت سمعنا شي وحدين مسالين كتعيطوا لهم بالزربه، كيجيو كيجريو. سمعنا شنقريحه تلاقى بماكرون سريا، ما قالوا حتى شي واحد، ما خرجوها لا في الاعلام لا والو. كان حنا اللي خرجناها ماشي تشهير، ما كتسماش تشهير، ولكن تلاقاو وياه شنقريحه
قالوا لي اجي ويمشي كيجري، وقولوا لفرنسا تقول سا ماجيستي اجي واش غيجي، يقولوا ما مساليش عندنا خدمه اخرى، حنا هذا الوقت عامر فين غنجي شنو نقري حاجه. قالوا لي غنعطيوك نشرفوك ونكرموك حيت جبتي لينا الغاز وجبتي لينا كذا، غنشرفوك ونكرموك بواحد حيت نورمالمون التشريف كيكون بويسام، هو عطاو واحد الكاسك ما عرفناه ديال الموطوبيكال عرفناه ديال السونطروا، ولكن ملي جينا بحثنا لقينا بان داك الكاسك اولا داك الراس ديال بحال الدرع كيكون عند الجيوش القديمه، ملي جينا بحثنا لقينا بان داك الدرع كيرجع للجيش الفرنسي في الوقيته اللي كانوا مستعمرين فيها الجزائر. وشوف سبحان الله العظيم الظروف هذيك كي داير، عطاو لشي نقريحه بحال هكاك داك الكاسك وكذا، وقالوا ليه شوف حنا راه كنفكروك باننا حنا اللي كنا حاكمينكم وكذا، وانتم لحد الان باقيين جيش عندنا، راه واخا خلينا لكم داكشي والارض وكذا، ولكن حنا راه باقيين مستعمرينكم، فخذ هنيئا لك يا شنقريحه. وشي لاعب وعار جبتي لبلادك، شي صاحبي شي من ما كتكونش الدبلوماسيه، شي من ما كيكونش الذكاء الاستراتيجي والسيسيولوجي والجغرافي النفساني، ردوك بيضك. وهذه اهانه للشعب الجزائري الشقيق، هذه اهانه للشعب الجزائري الشقيق اللي انت مشيتي كتمثلو باش تاخذ دير جيش كنستعمركم، بقيتو قتلوا ولادكم ودفنوهم وداروا. انا اللي مازال ما فهمتش، وبصراحه زعما بكل حب، وهذه رساله للشعب الجزائري اللي كنشوفوا بحال هاد الامور هذه، بنادم دوله على قدها كتسخر الفلوس ديالها فقط من اجل السلاح، فقط من اجل الحروب، فقط من اجل هاد الدبلوماسيات الفاشله. سميتو التوصيه، حنا ما كاينش اللي يوصي علينا، المغرب عارف راسو واش كيدير، المغرب منفرد بقراراته الداخليه، عنده كيان ديالو، ما يحتاجش شي واحد يحكم فيه ولا يدير عليه توصيه. حنا راشدين وعمر المملكه كيضوبل 70,000 دوله كاينه فوق الكره الارضيه، وتجيو نتوما ديروا علينا توصيه وكذا. راسي ماكرون تقدر تضرب 5 سنين كان هنا، شنو توصيه دير؟ شنو توصيه غدير؟ والسي شنقريحه والسي تبون بلايير ديال الدولارات اللي كتخرج لاوروبا وكذا، ومخلين الشعب كيقلب على بطاطا، الشعب ما قادرش يشري الطوموبيلات، الشعب ما قادرش يوقف على الخبز، شاد الصف هذا. ما علاش ديما المغربيه مد يد العون باش تعرفوا ربي معاه من حشرنا، راه قالها المغفور الله الحسن الثاني الله يرحمه، باش تعرفوا ربي معاه من حشرنا. وهذه رساله لماكرون والاتحاد الاوروبي، لا تقصروش. شي مغربي بغيتو يشدو يدير ترانزاكسيون، يدير تراديكسيون لتحت يكتبها يوصلها لماكرون بالفرنسيه، يوصل ليه الفيديو بالفرنسيه، ساكون له شاكرا. لا تقصرش انت والاتحاد الاوروبي. راهو كان خلاها الياس المالكي، نحن لكم بالمرصاد. وفي الاخير كنبغي نهدي واحد الاهداء، اعطيني شويه ديال داك سميتو البترول والغاز الطبيعي، يعني الله يجازيك بخير. اهداء للتبونيين والشنقريحيين. احنا اش بغينا؟ بغينا العلاقه تكون مزيانه، وحنا مع بعضياتنا. انت مشيتي كاع لاوروبا والبنين مالو الغاز طبيعي. عاش المغرب ولا عاش من عاداه. الله الوطن الملك. بارطاجيه المغرب باقي لا عندي الجمايل ديال شنقريحه صيفط لي هذا، قول لي شي ياكلو وشي سميتو وشي يطحنوا عصير. السلام عليكم.